بيبدأ الفيلم بكورت وهو بيلعب ماتش في بطولة العالم، وبيكون منافس كورت قوي جدا ومسيطر على كورت بشكل كبير، بس بيقدر كورت انه يرجع للماتش ويخلي المنافس بتاعه يستسلم، وبيفوز كورت ببطولة العالم. وبعد كده بيجي اتنين لكورت ويقولوا له انهم من الشرطة الامريكية، ويقولوا لكورت انه مطلوب القبض عليه بتهمة قتل تونج بو في تايلاند اثناء مباراتهم مع بعض من سنة ونص. فيطلب كورت منهم انه يشوف الشارة بتاعتهم، فيجي واحد منهم من ورا كورت ويكهربه فيفقد وعيه، ولما بيفوق كورت بيلاقي نفسه في مكان في تايلاند، وبيكون في راجل اعمال اسمه توماس، وبيكون توماس منظم ماتش كورت مع تونج بو، وبيكون توماس خسر مبلغ كبير بسبب رهانه على فوز تونج بو، وبيقول لكورت انه هينظم له ماتش تاني مع منافس قوي، بس بيرفض كورت فيضربه مساعد توماس فيرد كورت للضربه، وبيحاول توماس انه يقنع كورت انه يلعب ماتش واحد بس بيرفض كورت فيودي توماس للسجن اللي هو مديره. وبيشوف كورت الخصم اللي المفروض هيواجهه وبيكون اسمه مونجات وبيكون قوي جدا، وبيعرض توماس على كورت انه يلعب ماتش قصاد مونجات وياخد $1,000,000 او يقضي الباقي من عمره في السجن بتهمه قتل تونج بو. وبيقول مساعد توماس لكورت ان المساجين اللي في السجن بيحبوا تونج بو فغالبا هينتقموا منه، وفعلا تاني يوم بيظهر على المساجين انهم بيكرهوا كورت، فيهجم 3 من المساجين على كورت، بس بيقدر كورت انه يضربهم بكل سهوله وبيفقدهم وعيهم في ثواني قليله. وبعدها بيهجم على كورت مساجين تانيين، بس بيقدر كورت انه يضربهم واحد ورا التاني وينتصر عليهم بكل سهوله بدون ما يبذل اي مجهود. فيمسك الحراس كورت ويجلدوه على ظهره، وبعدها بيحاول توماس مره تانيه انه يقنع كورت انه يخوض الماتش، بس بيصر كورت على رايه. وبالليل بيشوف كورت مع الحراس موبايل فيخبط نفسه فيهم ويقدر انه يسرق الموبايل من الحارس، ويتصل كورت بلو زوجته ويقول لها انه في سجن في تايلاند، بس بيشوفوا الحراس فياخدوه مره تانيه ويجلدوه على ظهره. وبعدها بيجي شخص قوي ويحاول يصارع كورت، بس بيقدر كورت انه ينتصر عليه في ثواني قليله، بس بيضايق مسجون ضخم اسمه بيرجس من قتالهم والصوت العالي، فيتخانق بيرجس مع كورت، وبيكون بيرجس قوي جدا وبيكون مسيطر بشكل كامل على كورت، وبيسدد بيرجس لكورت لكمات سريعه جدا على صدره. وبعدها بيوجه لكمه قويه لكورت فيتقلب كورت على الارض، وبيجي بعدها الحراس وياخدوا كورت وبيرجس عشان يجلدوهم، وبيكون كورت بيتألم بشكل كبير من الضربات اللي نازله على ظهره، بس بيرجس بيكون مش حاسس باي حاجه. في نفس الوقت بتوصل له زوجة كورت لتايلاند، وتقابل له ناس تعرفهم من الشرطه وتعرض عليهم فلوس عشان يساعدوها توصل لمكان كورت زوجها. فيقول له واحد من الشرطه ان توماس رمى كورت في السجن بسبب قتل تونج بو. وبالليل بيروح بيرجس لكورت ويتصاحبوا على بعض، وبيعرف بيرجس كورت نوع من النباتات بتساعده على تخفيف التوتر وبتقلل الاحساس بالالم. وبيقول بيرجس لكورت على مدرب في السجن عشان يتدرب معاه، وبيكون المدرب ده هو دورانت اللي علم مدرب كورت وقت قتاله مع تونج بو. وبيكون دورانت اتسجن مع كورت بسبب اتهامهم ليه بمشاركه كورت في قتل تونج بو. وبيكون دورانت اتعذب من توماس ورجالته لغايه لما اتعمى ونظره راح. وبعدها بتقابل له واحده صاحبتها وتطلب مساعدتها انها توصل لكورت وتعرف السجن اللي محبوس فيه، وبعد ما تسيب له صاحبتها بتلاقي رجاله توماس قدامها وبيكونوا محاوطينها من كل ناحيه ويخطفوها. وبيروح مساعد توماس لكورت ويوريه فيديو لزوجته له وهي مخطوفه، فيضطر كورت انه يوافق انه يلعب ماتش قصاد مونجات. وبعدها بنشوف دورانت اللي بيكون قادر انه يتفادى الضربات على الرغم من فقده البصر، وبيقدر كمان انه يسدد ضربات لخصمه بكل سهوله. ويبدا يتمرن كورت وهو حاطط قماش على عينه، بس بيكون كورت مش قادر يحدد المكان اللي جايه منه الضربه، فيقول له دورانت انه لازم يتوقع اتجاه الضربه ويحس بيها، بس بيكون الموضوع صعب على كورت اللي بيبدا يتدرب عشان يقوي من لكماته وضرباته. وبعدها بيواجه دورانت بيرجس عشان يوري كورت ازاي يتفادى الضربات، فيوجه دورانت ركله قويه لبيرجس فيتضايق، بس بيتدخل كورت بينهم قبل ما يتخانقوا مع بعض. وبعدها بيسمح توماس لكورت انه يتمرن خارج السجن في الوقت اللي كورت يعوزه. واثناء التدريب بيقول دورانت لكورت انه اسرع بكتير من مونجات، وبيعرفه انه نقطه ضعف مونجات انه يضربه ضربه قويه في فكه. في الوقت ده بنشوف مونجات وهو بياخد حقنه كبيره من المنشطات مخلوط عليها ادرينالين، وبيكون ده سبب القوه المبالغ فيها لمونجات وقدرته القويه على القتال وتحمل الالم. وبيستمر كورت في التدريب مع دورانت وبتتطور مهارته اكتر مع الوقت، وبيقدر انه يتوقع الضربات من غير ما يكون شايف الضربه. وبيكون كورت جاهز لمواجهه مونجات. في الوقت ده بتوصل صاحبه لو لكورت وتقول له انها موجوده عشان تساعده. وبعدها بيستمر كورت في تدريباته، بس بيشوف واحد على ايده وشم فيفتكر كورت انه شاف الوشم ده في فيديو خطف له زوجته. وبالليل بيخرج كورت مع دورانت وصاحبه لو وبيروحوا المكان بتتلعب فيه ماتشات بالقتال برهانات، ويتفق دورانت الكورت على مباراه قتال مع اقوى واحد في المكان، وتبدا المواجهه بينهم وبيكون كورت اقوى ومسيطر على المباراه بشكل كبير. في الوقت ده بيروح دورانت يكلم ابنه ترافيس في التليفون، وفي نفس اللحظه بيكون كورت قدر انه يكسب مباراته بكل سهوله. في الوقت ده بتاخد صاحبه لو مكسبهم في الرهانات وتحدف الفلوس في الهواء، فيحصل فوضى في المكان، فيضرب كورت الشخص اللي على ايده الوشم ويشيله ويطلع بيه بسرعه من المكان. ولما بيخرجوا بيجي ترافيس ابن دورانت بعربيه ويهربوا بسرعه من المكان. وفي الطريق بيحاول كورت انه يعرف مكان لو من الشخص اللي كان في الفيديو، بس ما بيرضاش يقول اي حاجه، فيضربوا كورت لغايه لما يقول على مكان لو. وبيوصلوا للمكان اللي قال لهم عليه، بس بيكون الشخص ده عامل لهم كمين، فيجي واحد من رجاله توماس ويهجم على كورت بسيف، وبيهجم واحد تاني على كورت بس بيقدر انه يفقد وعيه بضربه واحده. وبيقدر كورت انه يواجه اي حد يقابله في طريقه. وبعدها بيهرب الشخص اللي على ايده الوشم من كورت ويقدر انه يركب قطر، فيطلع ورا كورت ويفضل يدور عليه ويلاقيه، بس بيجري منه ويطلع فوق القطر، فيطلع كورت وراه، وبيقدر كورت انه يوصل له فوق القطر، فينط الشخص ده من فوق القطر فينط ورا كورت
ويقدر انه يمسكه اخيرا، فيوصلهم الشخص ده لبيت توماس اللي بيكون خاطف فيه لو، وبيوصل كورت للمكان اللي فيه لو وبيضرب واحد من الحراس، فيرفع واحد من الحراس المسدس على راس لو، بس بيقدر كورت انه يضربه ويوصل للو اخيرا. ولما يتحركوا عشان يمشوا من بيت لو بيظهر عدد كبير من رجاله توماس وبيكونوا حواليهم في كل مكان، وبيكون من ضمنهم مونجات اللي هيواجه كورت في مباراه القتال. فيضربوا كورت ركله قويه فيهجم عليه مونجات، وبيكون هيسدد لكورت لكمه بس بتيجي فلو فتقع على الارض فاقده الوعي، فياخدها كورت للمستشفى، وبعد كام يوم بتفوق له. وبيجي يوم المباراه ويدخل كورت للحلبه، وبعدها بيوصل مونجات للحلبه هو كمان، وتبدا الناس تحط رهانات على مصارع من الاثنين، وبعدها تبدا المباراه بين كورت ومونجات. فيضرب مونجات كورت ضربه قويه تطيره لبعيد، ويحاول مونجات انه يضرب كورت بس بيفلت كورت من ضرباته، وبعدها بيسدد كورت ضربه برجله لمونجات ويحاول يسيطر عليه، بس بيوجه مونجات لكورت ضربه قويه على ظهره، وبعدها بيحاول كورت انه يستخدم سرعته بس بيكون مونجات اقوى منه بكتير، فيحدفه لبعيد، ويحاول بعدها مونجات انه يسيطر على كورت من تاني، فيسدد ليه لكمه قويه وبعدها بيصدمه بقوه فيقع كورت على الارض، وبيكون مونجات على وشك الانتصار، بس بيقوم كورت ويحاول يتفادى ضربات مونجات، وبعدها بينجح كورت انه يضرب مونجات على راسه اكتر من ضربه، فيرمي مونجات على الارض ويسدد ليه ركله قويه تطيره بعيد، وبعدها بتنتهي الجوله الاولى. فيحاول دورانت انه يفوق كورت. في الوقت ده بتشوف لو مونجات وهو بياخد حقنه ادرينالين، وتبدا الجوله الثانيه اللي بتكون عباره عن قتال بالسيوف، ويقدر مونجات انه يوقع سيف من كورت، ويحاول بعدها انه يضرب كورت بالسيفين اللي معاه، وبعدها بيحاول كورت انه يتفادى ضربات مونجات بس بيقع السيف الثاني من كورت، وبعدها بيوجه كورت ضربه في دقن مونجات بس بيمسكه مونجات بعدها ويضربوا لكمات كتيره، فيقع كورت على الارض، وبعدها بيمسكه مونجات ويوجه له لكمه مزدوجه قويه في صدره، فيقع كورت على الارض، ويجي دكتور لكورت اللي بيكون خلاص قلبه وقف ومات، فيفرح مونجات وتوماس ويعلنوا فوز مونجات على كورت، وبعدها بتروح له الكورت، وبيكون دورانت متاثر بموت كورت بس بتدي له الكورت حقنه ادرينالين من حقن مونجات، فيرجع كورت للحياه من تاني، فيحيي جمهور كورت ويتعاطف معاه، وبيقوم كورت عشان يكمل مباراته مع مونجات، ويخلي كورت دورانت يغطي عينيه، ويقدر كورت انه يتوقع ضربات مونجات ويبدا يسدد ضربات قويه ليه ويوقعه على الارض، وبعدها بيسدد ليه ضربه قويه جدا، ويبدا كورت يسيطر على مونجات، فيتضايق مونجات ويهجم على كورت اللي بيتوقع حركات مونجات ويقدر يصدها، ويوجه كورت المونجات ركلات قويه، بس بيبدا مونجات انه يسيطر على كورت من تاني، بس بيقوم كورت ويوجه له ضربات قويه فيضربه مونجات ويشيله ويحدفه في الميه ويحاول يخنقه، بس بيقوم كورت وياخد سلسله حديد ويضرب بها مونجات، ويلف كورت السلسله على ايده ويصد بيها ضربات مونجات ويضرب بها مونجات اكتر من مره فيقع على الارض، وبعدها بيوجه كورت ضربه قويه لمونجات فيغضب مونجات ويوجه لكمات لكورت، وبيقدر كورت انه يسدد ليه عدد من اللكمات ويوجه له ضربه قويه في وشه فيقع على الارض، وبعدها بيوجه كورت ضربه قاضيه لمونجات ويسدد له بعدها ضربات وهو واقع على الارض، فيمسك مونجات خنجر صغير ويضرب بيه كورت، فيلف كورت السلسله الحديد حوالين رقبه مونجات ويشدها بقوه، فيموت مونجات وينتصر كورت اخيرا، فيفرح الجمهور بفوز كورت، وبيكون توماس مصدوم، وبيوصل للخبر للسجن فيفرح بيرجز، وبيكسب كورت حريته والمليون دولار ويخلص الفيلم. وبكده يكون فيلم النهارده خلص. اشوفكم على خير في ملخصات تانية، ولو في فيلم عايزنا نلخصه اكتب لنا في الكومنتات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.